رمضان 2025 يقترب ومعه أقوى المنافسات في عالم الدراما اليمنية. 3 مسلسلات استثنائية قادمة لتأخذنا في رحلة من التشويق والكوميديا والدراما الواقعية. جهزوا أنفسكم لاكتشاف أبرز الأعمال المنتظرة لهذا الموسم. في هذا الفيديو سنكشف لكم كل التفاصيل الحصرية عن هذه المسلسلات، من الأبطال إلى مواقع التصوير وحتى القنوات التي ستعرضها. نبدأ بالعمل الذي أسر قلوب المشاهدين في جزئه الأول، دروب المرجلة الجزء الثاني. المخرج الكبير وليد العلفي يعود ليقدم لنا تجربة مشوقة بلمسة من الأصالة والحداثة. إنتاج قناة السعيدة، والمفاجأة انضمام نجوم جدد مثل توفيق الأضرعي ونجيب عبد الله مع استمرار نجوم الجزء الأول. والله ما تخلي معنا شغال نوصل الدعوات متأهلين. يلا تخيلي إن احنا يلا بدو بسم الله. يلا اليوم قررت أنا وغيداء وليد العلفي إن احنا نطلع ببث مباشر. أما المسلسل الثاني فهو عمل درامي جديد بعنوان طريق إجباري، إنتاج شركة النبيل بالتعاون مع طاقم مصري يضيف لمسة مميزة على الدراما اليمنية. العمل سيعرض على قناة بلقيس ويشارك فيه نجوم كبار مثل الفنان نبيل حزام وسالي حمادة التي تشهد عودتها في هذا المسلسل بعد غياب طويل عن الدراما اليمنية. التصوير يجري حاليا في شوارع تعز والمفاجآت مستمرة. نعلن بدء تدشين تصوير مسلسل طريق إجباري من هذه المدينة. ونسمع أقوى تحية فوق في العالي. سعدنا جدا بتواجدنا معكم، وسعدنا أيضا بتواجدكم هنا في محافظة تعز العز. السنة هذه معاكم عمل برمضان صح؟ طريق إجباري. طريق إجباري. قد يتغير الاسم. ممكن تتغير الاسم، ممكن نعمل شوية تعديلات، بس إن شاء الله بنكون معاكم في رمضان 2025. ذلك المزيد والمزيد من الأرق وتبقي نجمة اليمن الأولى إن شاء الله. بس مع الأولاد أكيد مزيد من الأرق يعني. الله زي كده. فاهم حسيتهم كده تجي زي سندوتش فستق كده. طريق إجباري. طريق إجباري. قد يتغير الاسم. ممكن تتغير الاسم، ممكن نعمل شوية تعديلات، بس إن شاء الله بنكون معاكم في رمضان 2025. حبيب القلب يا بليغ سنان، شكرا على هذا العطاء يا حبيب، شكرا لك، شكرا لعطاء روحك، الله يحفظك، شكرا جزيلا. بليغ سنان. هزاع المنتصر يقول اسعد الله مساك وعليك السعاده بالمساء، واسعد الله مساك يا هزاع، حياك. يمكن نسيت، ايش نسيت؟ احمد حسين العزي، يا استاذ احمد حسين العزي، هل هناك مسلسل جديد وما اسمه يا سلام؟ نعم معنا مسلسل هذه السنه، سبق وتحدثت عنه في بدايه البث. عمل راقي جدا باذن واحد احد، راقي جدا، ولا في قلبي حتى مثقال ذره من القلق والتوتر بما يتعلق بعمل هذه السنه، لان اللي قدمته والتي كتبته كاتبه مخضرمه محترفه. بعيدا عن هذا كله، هناك حبكه ونص ورساله او ورسائل رائعه جدا سيحبها المجتمع اليمني، واكرر 70% 80% من الناس 80% من الناس سيحببون الفكره والخط العريض الموجود فيها والذي نتحدث عنه في هذا العمل. وهو موضوع يعانق مسألة الأخلاق
التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع حالي جدا حالي. خلوا مفاجأة. اسم المسلسل هناك أيضا من الأخبار المسربة أن القناة طلبت من الكاتبة تغيير المسلسل لأشياء لا أدري ما هي أو ما السبب، ولكنهم طلبوا تغيير الاسم لحاجة في نفوسهم ما داري ما هي. فما أقدرش أصرح بالاسم الآن إلى أن يتم تثبيت العمل. أستاذ ممكن بعد إذنك تجي ماسنجر إضافة عشان أدراج الرياح. هذا السنة معنا عمل. أنا دائما أتخوف من أي عمل، وأنتم تعرفوا حقيقة ذلك. دائما أتخوف من أي عمل نصرح به، أو دائما أتخوف بشكل كبير، إلا هذه السنة، وأراهن على ذلك. هذه السنة وفقنا بكاتب، أو بالأصح كاتبة من الطراز الأول تدرس. المسلسل الثالث الذي يثير فضول الجميع حتى الآن بلا عنوان، لكنه يحمل توقيع المخرجين محمد فاروق وياسر الظاهري، إنتاج قناة المهرية، وتدور أحداثه في محافظة تعز مع مشاركة أسماء مميزة مثل الفنان عبد الله يحيى إبراهيم وتوفيق الماخذي. طبعا يا شباب في مفاجأة اليوم من الحبيب اللي وصل. الو. ايوه حبيبنا مع السلامة. الله يسلمك ويعافيك يا رب. ونورت المكان الجميل. الله مطرحك. والله انهم منور هون. احنا والله ما منورين ولا حاجة. ايش جديدك هذه السنة؟ ان شاء الله بنتاجر بالعقار. تاجر بالعقار. وين الدراما يا محمد فاروق؟ ايش من الدراما ما تاكلش عيش. انا بدالك هذه العقارات ان شاء الله بنتاجر فيها باذن الله، وكمشروع قادم. ليش ما نشتغل مع بعض؟ متى تتنازل؟ نشتغل مع بعض السينما. السينما ولا كذا؟ ولا كيف؟ ان شاء الله دي السنه ان شاء الله باذن الله نشتغل انا وانت نجتمع بعمل باذن الله. ان شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عن مسلسلات رمضان. على خير. لكم ايضا تصوير رائع